الجليد الفيروزي ظاهرة طبيعية آسرة، حيث تتجمد المياه في مناطق معينة لتكتسي لوناً فيروزياً غير مألوف. هذه المواقع الفريدة تظهر غالباً في المناطق الباردة من العالم، وتزداد وضوحاً وجمالاً خلال فصل الشتاء القارس. يعتقد العلماء أن هذا اللون المميز قد ينجم عن تفاعل معقد بين الماء والهواء، أو ربما لوجود مواد كيميائية معينة تذوب في الماء. على الرغم من الأبحاث المستمرة، لا تزال الأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة الطبيعية الساحرة غير مفسرة كلياً. الجليد الفيروزي لا يثير فضول العلماء فحسب، بل يجذب أيضاً أعداداً كبيرة من السياح من جميع أنحاء العالم. إنه يمثل دعوة مستمرة للبحث والاستكشاف، محاولين فهم هذا اللغز الطبيعي الساحر الذي يجمع بين الجمال والغموض. في قلب القارة القطبية الجنوبية، تقع ظاهرة طبيعية مذهلة تعرف بشلالات الدم. هذا الشلال الجليدي يتدفق بلون أحمر قاني، مما يجعله مشهداً فريداً من نوعه على كوكب الأرض. يعود هذا اللون الغريب إلى وجود مستعمرات ميكروبية قديمة تتفاعل مع الماء الغني بالحديد. هذه الميكروبات تعيش في بيئة قاسية تحت الجليد، وتطلق مركبات الحديد المؤكسدة التي تمنح الشلال لونه المميز. يظهر هذا اللون بوضوح خلال موسم الذوبان. تعد شلالات الدم موقعاً حيوياً للبحث العلمي، حيث يسعى العلماء لفهم كيفية بقاء هذه الكائنات الدقيقة في ظروف قاسية. هذه الظاهرة الطبيعية الغريبة تجذب الباحثين من جميع أنحاء العالم لدراسة أسرار الحياة في البيئات المتطرفة. في قلب كولومبيا، يقع نهر قوس قزح، المعروف عالمياً بألوانه الزاهية التي تحوله إلى لوحة فنية طبيعية. يعد هذا النهر الفريد واحداً من أكثر الأماكن جمالاً في العالم. تظهر هذه الألوان المذهلة خلال أشهر محددة من العام، وتحديداً في موسم الأمطار، حيث تتفاعل عوامل بيئية معينة. يعتقد العلماء أن هذه الظاهرة ناتجة عن وجود كائنات مجهرية دقيقة أو طحالب مائية تتفاعل مع ضوء الشمس وتغيرات الماء. بينما يرى البعض أن التفاعلات الكيميائية قد تلعب دوراً، يسعى البحث العلمي لفهم الأسباب الكامنة وراء هذا التنوع اللوني. هذا التفاعل المعقد بين الماء والهواء والكائنات الحية الدقيقة هو ما يمنح النهر طابعه الفريد. يجذب نهر قوس قزح أعداداً كبيرة من السياح سنوياً، فهو ليس مجرد نهر، بل هو موقع طبيعي استثنائي يجسد جمال الطبيعة وعجائبها. في قلب الصحراء الكبرى، تقع كهوف تاسيري، موقع أثري فريد يضم كنوزاً من الرسومات القديمة. هذه الكهوف، التي يعود تاريخها لآلاف السنين، تعد نافذة على ماضٍ غامض. ما يميز رسومات التاسيري هو تصويرها لأشخاص يرتدون ما يشبه معدات فضائية، إلى جانب مشاهد للحياة اليومية والحيوانات. هذه النقوش أثارت جدلاً واسعاً، حيث يرى البعض فيها دليلاً على حضارات قديمة متقدمة أو حتى تأثيرات خارجية. تعتبر كهوف تاسيري واحدة من أهم المواقع الأثرية في العالم، وتجذب اهتمام الباحثين والسياح على حد سواء. البحث العلمي مستمر في محاولة فك رموز هذه الرسومات وفهم المعنى الكامن وراءها. مثلث برمودا، تلك المنطقة الغامضة في المحيط الأطلسي، حيث تتلاشى السفن والطائرات دون أثر. إنه لغز حير العلماء والبحارة لعقود طويلة، ولا يزال يثير تساؤلات عميقة. لا يزال التفسير العلمي الواضح لهذه الاختفاءات بعيد المنال. بينما يرجح البعض عوامل جوية أو بحرية قاسية، يذهب آخرون إلى أبعد من ذلك، متحدثين عن قوى غامضة أو حتى تدخلات فضائية. تتحدث الروايات عن حوادث اختفاء لا تحصى، مما يغذي الاعتقاد بوجود تأثيرات جيولوجية غير مكتشفة أو طاقات خفية.
هذه القصص تزيد من هالة الغموض حول المنطقة. يبقى مثلث برمودا ظاهرة تثير الخوف والفضول، وتدفع البحث العلمي نحو محاولة فك شفرة أسراره. إنه أحد أكثر الألغاز إثارة للجدل في عالمنا، ولا يزال ينتظر من يكشف حقيقته. ظاهرة الأشباح، تلك الرؤى والأصوات غير المفسرة، لطالما أثارت فضول البشر وخوفهم. يعتقد البعض أنها أرواح الموتى العالقة، بينما يربطها آخرون بأماكن معينة ذات تاريخ غامض. على الرغم من انتشار القصص والروايات، لا يوجد دليل علمي قاطع يثبت وجود الأشباح. يميل التفسير العلمي إلى ربط هذه الظواهر بتأثيرات نفسية أو هلوسات، أو حتى عوامل بيئية غير مفهومة. تظل الأشباح مصدر إلهام للعديد من الأعمال الفنية، من الأفلام إلى الكتب، مما يعكس اهتمام الإنسان الدائم بهذا المجهول. يبقى البحث العلمي عاجزاً عن تقديم تفسير كامل، تاركاً الباب مفتوحاً للتساؤلات. الاحتراق الذاتي ظاهرة محيرة تثير جدلاً واسعاً في الأوساط العلمية والشعبية. تتحدث الروايات عن تحول أشخاص إلى رماد دون أي سبب خارجي واضح، تاركة وراءها لغزاً بلا تفسير علمي قاطع. يعتقد البعض أن السبب قد يكمن في تفاعلات كيميائية حيوية داخل الجسم. هناك العديد من الحالات الموثقة التي تصف هذه الظاهرة، بعضها حدث داخل المنازل دون وجود أي مصدر حريق ظاهر. على الرغم من الاهتمام الكبير والخوف الذي تثيره هذه الظاهرة، لا يوجد دليل علمي قاطع يثبت حدوث الاحتراق الذاتي بشكل مؤكد. البحث العلمي لم يتوصل بعد إلى تفسير كامل ومقبول لهذه الظاهرة الغريبة.